السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد، فيديو جديد. فيديو النهارده كده ما شاء الله هنعمل كده شوية برنجان مخلل كده مع بعض، جميل جدا. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. وعايزه قبل ما ابدا الفيديو عايزه لايك واشتراك للقناة. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا كده كيلو برنجان. طبعا مغسول حلو، مش هنشيل منه القمع بتاعه ده، هنسيبه زي ما هو لحد ما نسلقه. هنروح بقى نجيب حلة كده، هنحط فيها كمية البرنجان دي او على حسب الكميات اللي انت عايزاها، ونرفعه على نار لحد ما يستوي كده، يا مثلا 80-90%. ما نسيبوش لحد ما يطيروا خالص، لا. زي ما انتوا شايفين اهو، مش هنشيل القمع بتاعه عشان يحافظ عليه من جوه كده، ما يشربش ميه او يسود او حاجه. نروح بقى نرفعه على النار نسلقه، نرجع لكم تاني. هنا اهو ما شاء الله بعد ما اتسلق زي ما انتوا شايفين اهو، هناخده بقى نصفيه خالص ونسيبه يبرد ونشوف هنعمل فيه ايه. بس ما تغسلوهوش، سيبيه يعني ايه ما هو كان مغسول الاول، ما تغسلوهوش عشان ما يجلدش. هنا هو هنسيبه يبرد خالص، وعلى ما يبرد تعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا بقى كبة نحط فيها راس توم، معانا هنا كده قرنين 3 فلفل احمر، معانا هنا كده قطعتين 3 بنجر. ده سر اللون بقى، اللي هو بيحمروا زي بتاع المطاعم بالظبط. ناخدهم بقى نفرمهم خالص، مش هنضيف اي توابل لحد ما يتفرموا الاول. افردهم بقى وارجع لكم تاني. اهم بعد ما اتفرموا ناخدهم بقى في بولة او طبق كده او طبسية او اي حاجة نفضيهم. تعالوا بقى نشوف التتبيلة بتاعتهم هي هتبقى عبارة عن ايه. معانا هنا كده معلقتين ملح صغيرين او معلقة كبيرة، معلقة كزبرة ناشفة، نص معلقة كمون. حاولي ما تكتريش الكمون كتير. معانا هنا كده معلقة هرسة شطة صغيرة خالص. معانا هنا نص كوباية خل. والليمون بقى نعصر بقى كمية الليمون اللي انت عايزاها، ما الليمون مش بيعمل اي حاجة، بيبقى حلو عليها. نعصر بقى 3-4 ليمونات كده. ناخد الخلطة دي كلها نقلبها في بعضها كده، وشوفوا لونها الاحمر زي بتاعة المطاعم بالظبط، وتبقى جميلة جدا وهتشوفوها برضك في الاخر. شوفوا اللون جميل جدا. نروح بقى نركنها كده على جنب، ونجيب بقى البرنجان بعد ما برد نشوف هنعمل فيه ايه. نشيل بقى القمع بتاعه ده كده بالراحة. زي ما انتوا شايفين اهو، مش مهري ولا اي حاجة. عايزاكم بقى لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايك. اهو ما شاء الله بعد ما شلنا القمع بتاعه نضفناه خالص اهو، نمسكه بقى ايه، نفتحه كده بالسكينة.
نفتح بقى الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين، هو قلب ابيض جميل اهوت وحلو، مسودش معانا ولا حاجة. انا جايلكوا خطوة بخطوة عشان البنات اللي لسه مبتدئين ومش بيعرفوا يخلوه او كده، وبيبقى حلو قوي على الاكل جنب اي اكل. حلو، مش بياخد اي وقت خالص. ادي الكمية بقى بعد ما فتحناها كلها اهي. نجيب بقى الخلطة اللي احنا عملناها دي ونشوف بقى هنعمل فيه ايه. ناخد بقى البرنجان اللي احنا فتحناه ده بمعلقة كده او بايدك او اي حاجة، بس معلقة افضل يعني، وتحشيه بقى كده من الفتحة دي وترصيه، وبعد كده هنشوف برضك هنرصه في ايه تاني. هحشي بقى معاكم بقية الكمية ونرجع تاني نشوف هنعمل فيه ايه. دي الكمية هي حبايبي بعد ما حشيناها، وكمان حشيت قرنين شطة كده معاهم. معانا هنا بقى برطمان نضيف كده، ممكن ازاز بلاستيك اي حاجة زي ما انت حباها، علبة بلاستيك بتخش التلاجة اللي انت عايزاه المتوفر عندك. هناخد بقى البرنجان ده كده نرصه كده في البرطمان، بس نحط معلقة من الخلطة اللي احنا عاملينها دي نحطها في قاع البرطمان كده، وبعد كده نرص البرنجان واحدة فوق واحدة كده. حاولي ترصي الطويلة الاول تحت كبيرة، وبعد كده الصغيرين فوق عشان ما تتهريش.
بصوا اللون نازل منه احمر خالص ازاي، دوت بقى السر بتاع البنجر، مش بنحط عليه بقى لعلة ولا اي حاجة خالص، ده من البنجر. وده سر الحمار اللي هو بتاع الخلطة بتاعة المطاعم، اللي انت بتجيبيه كده من المطعم بتلاقيه احمر كده، ده من البنجر. وصحي يعني، مش الوان صناعية ولا حاجة. هما بعد ما رصيتهم ناخد بقى شوية من الخلطة كده اهو، نحط عليهم بقى شوية مية، وان كان ناقصين ملح نحط شوية ملح، وبعد كده بقى نزود شوفوا لونها، نحطها كده على البرطمان كده. ده بقى تحفظيه في التلاجة من اول يوم ل15 يوم زي ما انت عايزة، مش هيجراله اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين اهو. نحط بقى الليمون اللي احنا كنا عصرينه كده، نجيب بقى شوية زيت كده نحطهم على الوش، معلقتين 3 كده مش كتير يعني، ده برضك بيحفظه. بعد كده نغطيه، نروح بقى نشيله بقى في التلاجة من يوم لأسبوع، 15 يوم عادي خالص، وتاكليه منه جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده قرون الشطة اللي احنا حشيناها مع بعض كده جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده حلوة قوي ما شاء الله. عايزة بقى تجربوه وتقولوا ايه رأيكم في التعليقات، وعايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم مع ام ياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.